علشان تخلصي من مرارة الزيتون وتخليه بالطريقة الصح المفيدة واللي يقعد معاكي فيها سنة من غير ما ينضر، لازم يتنقع اقل حاجة 3 ايام، ولو ما كانش كمان اسبوع. حاجة كده عسل. شايفين المية يا جماعة؟ مش كتر المية هي اللي بتسوي، خليلي بطريقة صح والحاجة ما تبصش منك بالطريقة بتاعتنا في الفيديو بتاعنا. شايفين؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. يا رب الفيديو يعجبكم، بتمنى ان انتوا تشوفوا الفيديو كامل. ومنقوعه زي الفل. هفضيه من الميه دي وهغسله غسله نظيفه وارجع لكم ونشوف هنعمل فيه ايه. صليتوا بينا على النبي يا اولاد، يلا نسمي بسم الله. هنا طبعا بعد ما غسلت الزيتون وظبطت الكلام معايا شويه هريسه، يعني فلفل رومي على فلفل حامي، مش الاتنين يعني حامي من الاخر، عايزين الدنيا تبقى هاديه شويه. حطيت على شويه الزيتون الصغننين التفاحي دول معلقه، وكملت بقى الباقي كله على ما شاء الله الكميه اللي معايا. والجزر كمان المجروش مش مبشور، يعني انا عاملاه يا جماعه مجروش في الكبه كده او في اي مطحنه ممكن تعملوها يبقى جميل معاكم. الليمون انا حاطاه كده معصور. في شويه تفاح انا حطيت يجي كام ليمونه كده، مش عاوزه اكتر علشان خاطر ممكن ما يستويش عشان الليمون مش مسلوق، الليمون ني يا جماعه. معانا برضو هنحط مقدار معلقه زيت واحده على شويه صغيرين. الكبير ده قولوا حطوا 3 معالق زيت زيتون. حطيت ملح، هقول لكم حطيت الملح قد ايه. طبعا كان معايا المج الليمون ده اللي انا عصراه من النص كيلو، تمام. يعني حطيت قولوا 3/4 اللي كانوا في المج على الكمية الكبيرة. أهم حاجة عندي هنا لعبة الزيتون العزيزي، عشان هو ده اللي عايز يقعد بقى الفترة، يبقى مركون فيها صح، ويبقى يعني كل التكات والحركات اللي جواه الاستخدامات بتاعته المونة بتاعته يا جماعة بطريقتنا احنا كده كأولاد بلد تكون مظبوطة. التفاحة دول 20 يوم وهيستووا، هيبقوا زي الفل إن شاء الله. التفاحة دول جم معاكي ازاي يا قمر؟ يعني ما لقيتيش الا لما شويه دول اللي تجيبيهم؟ التفاحة دول كان في واحدة ست فلاحة قاعدة وكانت جايبة البتاع ده مخلط على بعضه، الزيتون كله مخلط على بعضه. فانا قعدت افرز، فصعب عليا بعد ما طلعتهم احطهم تاني في الشوال. قلت لها وزني لي دول مع نفسهم. الملح فيه كفايه، مش هحط فيه ملح كتير. شايفين المعلقه الكبيره دي اللي انا بغرب بها مثلا الرز؟ انا حاطه بيها هنا في الزيتون اللي هو العزيز ال2 كيلو دول، حاطه فيهم 3 معالق. في الصغيره دي حاطه نص المعلقه، يعني نص، دول نص كيلو اصلا. الصغيرين دول نص كيلو، حطيت فيهم نص معلقه لانهم هم كانوا منقوعين 3 ايام او 4 ايام مش فاكره والله، يعني قعدوا شويه. الزيتونه شاربه ملح بما فيه الكفايه، يعني اتنقع فتره طويله، فايه الزيتونه شاربه ملح، يعني كده حياقه مظبوط، مش عايزين نملحه. شايفين الجمال؟ هنا البرطمانات بتاعتي انا غسلها بميه سخنه يعني متعقمه. هنعبي الاول العزيزي عشان العزيزي هو المهم، عشان خاطر هيقعد فتره طويله، فعايزين نحافظ عليه من الاخر. شويه تفاحي دول هعبيهم في اي علبه طعام عندي، بصراحه ما كانش عندي برطمان تاني فانا عبيتهم في علبة طعام هتشوفوا دلوقتي. كان عندي برضو كام قرن فلفل كده، قلت اما ايه احبشهم شوية، مرضتش اشيل الزرع اللي فيه ولا افتحه، علشان هنا دول هيتركنوا بقى بتاع يجي شهرين 3 4 شهور على ما يجي رمضان. فيعني لو فتحته او شلت منه الزرعة هيتهروا وسط الزيتون، لان الزيتون يعني القوة بتاعته يعني بيسووا بعض هو والليمون، بس الفلفل ممكن يقضوا عليه. فهو كده حلو قوي الكلام. ونشوف هنعمل ايه مع بعض، وكملوا بقى الفيديو وتنسوش الكومنت تنسوش اللايك. وطبعا انا كان معايا نص كيلو ليمون انا عصراه وحطيته كله، عشان برضو نعرف المقادير. ده نص كيلو ليمون انا كنت عصراه مصفيه من البذر وكل حاجه، وفضيته كله على الزيتون ده وده. بس كان اكتر حاجه طبعا في العزيزي. هتقولوا ازاي عرفتي يا قمر الزيتون العزيزي من التفاحه؟ اقول لكم ان العزيزي ده بيبقى حاجه رفيعه كده وناشفه شويه، انما التفاحي بتبقى حاجه عامله زي البيضاوي شبه التفاحه وطريه، يعني بيستوي بسرعة. ده ما بيقعدش. انا جبته في اول الموسم على فكرة وخللت الموسم وفشل معايا بصراحة، فقلت اما اجربه بالطريقة اللي انا كنت عاملة بيها العزيزي بتاع السنة اللي فاتت. الطريقة دي مضمونة جدا جدا وهتجربوها وهتدعولي. المهم رحت جايباهم واهو هينفعوا منا ال20 يوم بإذن الله. نفتح عليهم مع بعض كده ونشوفهم. هنا بقى في تكاية حلوة قوي. جبت كوباية مية دافية، يعني قولوا مقدار كده مج حلو كده، تمام. تعالوا نشوف هنعمل ايه في المج ده. حطيته طبعا مكان الزيتون. معانا تكاية حلوة قوي يا جماعة، معلقة سكر في الزيتون، ايوه جربيها كده وادعيلي، تمام.
وظبطي الكلام كده. هنقسمهم على ال4 حاجات دول. يعني احنا مش رايحين نفضي بقى ونملى البرطمانات ميه، ما احنا قلنا مش هنملى ميه، هناخد شويات كده على الخفيف. احنا زيتوننا منه فيه، يعني الليمون والكلام ده كله منه فيه، ميته منها فيها كده، وهنقلب ونعدل البرطمان براحتنا. اهم حاجة ان انت كل كام يوم كده تيجي عادلة البرطمان وقلبان الناحية التانية. عايزة اقول لكم احنا جدعان قوي، جدعان قوي في تخليل الزيتون يا جماعة. ما اللي ما دقش بقى، بس بسم الله ما شاء الله ناس كتير، ناس كتير والله ما شكرانية في نفسي بتطلب مني المخللات بتاعتي، تطلب مني حاجات كتير اعملها لهم. المهم اعمل حاجه في بيتي انا بتفشل معايا، مش عارفه ليه والله زي ما بقول لكم. بس حاجات ما شاء الله اهو. بصوا مفيش ميه كتير، الصلاة على النبي، اللي صلى على النبي يكسب. حاجات ما شاء الله. شايفين؟ نقفل علبتنا دي ما تتفتحش بقى، ما تتفتحش يا جماعه، وده بعد وقت معين. هي كده احنا ممكن نحط لها كيس كمان، لان احنا هنحط على البرطمانات دي كيس ونشوف التكات والحركات، تمام؟ عشان نعرف نقلب ونعدل براحتنا. تمام. طبعا هنضيف يعني نقولوا معلقه زيت. الزيت ده يا جماعه زيت زيتون، تمام؟ ده زيت زيتون. يعني كده ايه، عشان يمنع اي حاجات بيضة بتظهر على الوش من المخلل. طبعا لو انتوا عايزين تتجنبوا اي حاجات بيضة، على فكرة مش من الهواء ولا الكلام ده كله، لا، من ايديكم، من ايديكم. فانتوا تتجنبوا الحاجات اللي بتبقى بيضة. ما تحطوش ايديكم في الزيتون او في اي مخلل يا جماعة. بمعلقة كده وطلعوا بالمعلقة، محدش يحط ايديه في اي مخلل، عشان ما نعملش بقى التلوثات اللي بتبقى على الوش دي والحاجات اللي انتوا عارفينها. طريقة الزيتون العسل والمخلل زي الفل اهو. شايفين ما شاء الله. التكات والحركات عند مين؟ عند قمر وبس يا جماعه. ابن عمال يلعب بابجي جوه ومش عارفه اتكلم، انا اصلا ما بعرفش اسجل منهم، فربنا يهديهم. الكيس ده بيحفظ، بصي مفيش هوا، مفيش هوا بيدخل خالص. شايفين؟ روحوا بقى شوفوا بقى مخللات اللي انا عاملاها على القناه. وبعد كده في ناس مش عاجبها اسم القناه يا جماعه، يعني عمالين يقولوا لي غيري اسم قناتك. هو في حد بيوفر في الزمن ده؟ والله العظيم زي ما بقول لكم. ايوه، ما هو لازم التوفير يبقى موجود، يعني مش عشان الحاجه غاليه والكلام ده كله يبقى ما فيش توفير، لا، لازم يكون في برضه توفير حتى لو في غلا، مش هنعرف نوفر. بصوا التكات والحركات، هو ده مخلل اللي انت تخلليه بالطريقه الصح. والله العظيم زي ما بقول لكم، حاجه عسل كده. وكمان مش زعلانه ان انا عامله كذا برطمان، ده بالعكس احسن ان انا افتح على القد كده وامشي واحده واحده، مش بقى افتح بقى برطمان كبير والكلام ده كله. ده كده جميل. برطمانات انا ما اشتريتهاش ولا حاجه، البرطمانات دي كان بتاعت عسل عندي وما برميهاش، بحتفظ بيها، بنحتاجها برضو، مفيش حاجه بتخسر يا جماعه. حبايب قلبي، احلى ناس كانت بتخش تسال عليا طبعا، في كل اصحابي وفي كل حبايبي. ربنا يبارك لي في اولادي ويهدهم لي وينجحهم لي يا رب، يحفظهم لي ويحفظ لي جوزي يا رب، ويبارك لي فيه ويخليه لي كده ويملى لي البيت دايما يا رب، بصوته وبزعيقه وبكل حاجه كده، ويحفظه لي يا رب هو واولادي. ويا رب طريقة الزيتون تكون عجبتكم. اخواتي وحبايبي طبعا، اخواتي حبايبي ربنا يبارك لي فيهم يا رب، تكون طريقة الزيتون عجبتكم النهاردة. شايفين الجمال ما شاء الله. وهنا اقول لكم ما تنسونيش في الدعم، الكومنت، اللايك، الاشتراك، تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يا رب الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم.